النتيجه طبعا ما كنتش متوقع بالطريقه دي بصراحه، يعني انا متوقع الاداء يبقى احسن من كده. لكن طبعا في غيابات، في غيابات مؤثره جدا عندنا من هداف الفرقه، والاثنين فراوده اللي عندي اتصاب، واحد في الجيش راح الجيش والثاني اتصاب، وحسام عباس اللي هو البلاي ميكر بتاعنا جاله ظروف كده في دمياط. 3 لعيبه مؤثره جدا اساسيين وطول الاسبوع شغال عليهم، فجاه يوم الماتش ما بتلاقيهمش، طبعا بتاثر. لكن برضو اجمالي الاداء بتاع الفرقه مش هو مش ادائنا، مش طبيعتنا. النهارده كان معظم اللعيبه مش في حالتهم، ممكن خضت لسه البدايه بتاع الممتاز به، ممكن قله الخبره. فربنا ييسر ان شاء الله في الماتشات اللي جايه نعالج الاخطاء ديت، وان شاء الله يبقى شكلنا ونحقق نتائج كويسه ان شاء الله بعد الاداء السيء ده. كان في لعيبه كتير قوي مش في حالتها النهارده، ولاعيبه كتير جدا. الكابتن هاني كان لسه بتشكيله جديده كلها، كتير الناس كتير جدا، يعني تقريبا نص الفرقه اللعيبه لسه صغيرين. ولو حضرتك بصيت للاعمار هتلاقي كلها سن صغير، يعني كله لسه جديد. فان شاء الله احنا باذن الله الايام الجايه هنحاول نعوض ونتمرن ونعوض الخساره التقيله دي. البدايه طبعا بتبقى صعبه، بنبقى محطوطين تحت ضغط. الحمد لله على المكسب، الحمد لله والشكر لله. بشكر اللعيبه ادت اللي مطلوب منها. الحمد لله تعبنا الفتره اللي فاتت. طبعا بالنسبه لنا لا ماتش وانتهى خلاص. حتى انا في اوضه اللبس جمعتهم وقلت لهم خلاص يا جماعه ده الطبيعي ان انت تكسب وانت فرقه بتنافس. خلاص نقفل الصفحه ونبدا في الماتش الشهر ان شاء الله باذن الله. الحمد لله والشكر لله. بشكر اللعيبه على البدايه. كنا مضغوطين شويه طبعا عشان فرقه منافسه. كل فرقه دي دلوقتي بتلعب نادي المريخ، طبعا عامله له حساب، دي بتقابلنا احنا مشكله فيها. الحمد لله والشكر لله على المكسب، ويا رب يا رب التوفيق في اللي جاي. طبعا الحمد لله بنحمد ربنا طبعا على البدايه. يعني كابتن ايمن انت عارف ان البدايه دايما مهمه، انك تبتدي كويس، فده بتدي انطباع للفرق الثانيه وبتدي انطباع للناس ان انت فريق جامد ولا لا. فالحمد لله يعني النهارده بدايه كويسه جدا، بتكسب 4 في ارضك، فدي حاجه كويسه. يعني بدايه ان شاء الله كويسه بتدينا دفعه، لان انت عارف ان هدفنا ما بنلعبش على المركز الاول. فان شاء الله ربنا يكرمنا وتبقى بدايه كويسه لينا ان شاء الله. الف مبروك اول حاجه على الفرقه كلها، ده مجهود الفرقه كلها، مش مجهود انا بس وكابتن ياسين والجهاز والاداره، وده مكان نادي المريخ الطبيعي، يعني ده عادي. يعني احنا نكسب بالاداء ده بالنتيجه دي، يعني الحمد لله على المكسب والاداء والرجاله كانت في الملعب، يعني الحمد لله.